والمرحلة دي فعلا صعبة جدا 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 على المراهق، وبيخش في صراعات نفسية جامدة جدا، وبيشبهوه كده المراهق زي ما يكون ماشي في ليل مظلم وفي الأضواء دي بتشتته أكتر ما إنها بتضيء الطريق. الأضواء دي بقى المشاكل بتاعت المراهقة اللي إحنا هنتكلم عنها النهارده. وبيشبهوا المراهق برضه في الفترة دي اللي هو بيعزف على آلة موسيقية زي البيانو بالعشر صوابع، فبيطلع اللحن نشاز ومش حلو. على آخر مرحلة المراهقة بيبتدي بقى يعزف سيمفونية جميلة، وبعد كده نقدم بقى للمسيح كده لو عزف السيمفونية صح بمساعدتنا يطلع ولد جميل وشاب جميل في الجامعة يمجد اسم المسيح. طيب نعرف الأول إحنا بنتكلم في المرحلة العمرية إيه؟ في واحد خواجة اسمه إريكسون أيا كان قسم حياة البني آدم لمراحل عمرية، وقال الولادة من سن ما يتولد لحد سنتين، وبعد كده من 3 ل 11 سنة سماها طفولة مبكرة ووسطى ومتأخرة، وبعد كده قسم المراهقة من 12 ل 14 وسماها مراهقة مبكرة، ومن 15 ل 21 مراهقة متأخرة. يعني إذا مرحلة المراهقة بتبدأ من 12 لحد 21 سنة. 21 سنة لسه في المراهقة؟ ودلوقتي المراهقة نتيجة الميديا ونتيجة الأكل ونتيجة كده بدأت المراهقة تبقى من قبل كده. يعني ممكن بنت تبلغ من قبل 9 و10 سنين علميا. فاحنا بنتكلم على مرحلة عمرية كبيرة جدا جدا جدا، والمرحلة دي كلها عواصف وتوترات. وبعد كده الشباب مقسمها الخواجة إريكسون دوت من 22 ل 31 الشباب، وبعد كده من 32 ل 49 رجولة، وبعد كده من 50 ل 60 مرحلة الكهولة والشيخوخة إلى نهاية العمر. ربنا يديكم الصحة. كل مرحلة من دي ليها حكاية، وكل مرحلة من دي قلنا زي ليها كتالوج خاص بيها. النهارده بنعمة ربنا هنتكلم عن الكتالوج بتاع سن المراهقة. طيب ايه بقى التعريف العلمي لمرحلة المراهقة؟ هي فترة من العمر تتميز فيها التصرفات السلوكية للفرد بالعواصف والانفعالات الحادة والتوترات العنيفة. يعني التعريف ده تأكيدا للكلام اللي احنا قلناه ان الفترة دي عواصف وتوترات، وعامل زي اللي بيعزف موسيقى بلحن نشاز، والأضواء اللي عمالة تشتته أكتر ما بتضيء الطريق. اسمها بقى حلو قوي قوي بيعجبني، اسمها مولد نفسي جديد للفرد. يعني إذا كانت الولادة في بطن الأم بتاخد 9 شهور، فاحنا عندنا من 12 ل 21 سنة الولد بيتولد نفسيا من أول وجديد. إذا فترة ميلاد نفسي جديد للفرد. في تعريف تاني جميل برضو اسمها مرحلة انتقالية من الطفولة إلى الرشد، تتميز فيها التغيرات السريعة والشاملة للفرد. يعني إذا إيه؟ في الفترة دي الطفل اللي كان ابني اللي بجره في ايده بيبتدي بقى يتغير ويبقى شبه باباه، والبنت بتبقى شبه مامته، وبيتغير تغيرات سريعه جدا. تلاقي الولد نام طول شويه وشه اتغير، شويه شرب طلع، البنت كذلك بيحصل فيها تغيرات. فالتغيرات دي بتبقى سريعه جدا 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 على الولد وعلى الاسره. طب ايه بقى التحديات بتاعه مرحله المراهقه؟ أول تحدي بيعدي على المراهق حاجة اسمها الهوية العمرية أو أزمة الهوية. أزمة الهوية دي في المجمل أنا مين ودوري إيه؟ طبعًا هو كان صغير بيجره، مامته بتجره وتجيله، لما بيكبر شوية أنا مين؟ أنا هعمل إيه؟ وفي المرحلة دي بيقول لك الولد بيقدر يحدد إذا كان هيتجوز ولا هيبقى راهب، عايز يبقى أب كاهن ولا عايز يخش الدير، عايز يطلع مهندس ولا دكتور ولا شماء. كل الحاجات دي بتتكون في دماغه في هذه المرحلة العمرية. طبعا كل ما كان البيت هادي، كل ما كان قدر ان هو ياخد ويدي مع نفسه وياخد ويدي مع اسرته، الفترة دي بتعدي بسلام وبتعدي بنجاح. طب نيجي بقى أول أزمة اسمها الهوية العمرية.
انا مين ودوري ايه وهعمل ايه. الولد وهو صغير وبيكبر كده يجي مثلا يجي الكنيسه، انت كبرت، انت طولت، ايه الجمال ده، والبنت ايه الحلاوه دي، انت اتدورتي وشيكيت. بعد كده تروح في البيت تلاقي مامتها زعقت فيها، هو انت هتكبري علينا؟ هو انتوا فاكر عشان شنبك طلع في وشك هتعلي صوتك على. فالولد يتلخبط، هو انا كبير زي ما الناس بتقول لي ولا انا لسه صغير زي ما بابا وماما يقولوا لي؟ وساعات في البيت برضه يقولوا ده انت كبرت، ده انت شاطر، ده انت حلو. فاللخبطه دي بتلخبطه نفسيا طول ما مرحله المراهقه. هو انا كبير ولا صغير؟ انا دوري ايه؟ طب انا هعمل ايه؟ كل الافكار دي بتعدي في دماغه. طب احنا عرفنا الازمه، نحلها مع الولد ازاي؟ نساعده ازاي يفهم ان المرحله دي ازمه وهو بيعدي بيها وكل الناس بتعدي بيها في المرحله دي. كلمه بسيطه جدا اتعلمناها ودكتوره جيهان علمتها لنا اسمها انا بكبر. يعني انت لا كبير ولا صغير، انت بتكبر. ونفهمه ان الكبران مش صوت عالي، الكبران مش ان انا ابقى شمحطجي وان انا يبقى ليا عضل. حلو ان جسمك يتغير، لكن السلوك بتاعك يبقى مناسب للكبر. يعني ايه مناسب للكبر؟ يعني اتخلى عن صفات الطفوله واتمسك بصفات الكبار. صفات الطفوله ايه؟ في صفات في الطفوله حلوه، هنقول البراءه والبساطه والطاعه، دي حاجات في الطفوله نتمسك بيها. لكن ايه صفات الطفوله اللي احنا مش بنحبها؟ اللي هي المعيله، ان انا ما ابقاش مساعد، ان انا ابقى طفل في تصرفاتي وفي سلوكي. يبقى انا بكبر، انت بتكبر، يبقى لازم تتميز بصفات ايه؟ الكبر. يبقى دي اول مشكله بتعدي عليها، هقراها لكم زي ما مكتوبه. انا مين ودوري ايه في المجتمع؟ هل انا ما زلت طفل ام اصبحت راشد؟ هل لدي ما يمكنني ان اكون انسانا ذو قيمه كزوج وكأب؟ كل الحاجات دي بيمر بيها وايه وهو في مرحله المراهقه. يبقى التعامل مع المشكله دي هنفهمه باي طرق، سواء معامله او في التعامل او بالكلام. انا بكبر، الكلمه دي هتريحه وهتحسسه فعلا ان هو ايه؟ مش طفل ومش كبير. ولما بتعامل معاه بتعامل بطريقه التوجيه وليس النقد. ايه الفرق؟ التوجيه ان انا اقول له الموقف ده حلو كويس جدا بس المفروض تعمل كذا كذا كذا، ده توجيه. لكن النقد، انت ما بتفهمش، انت مش فالح، انت مهما عملنا معاك مش هتتغير، انت كده وهتفضل. دي بقى بترسل في دماغه حاجه اسمها صوره ذاتيه سلبيه، ودي كانت حاجتها تسوني مريم وخدنا فيها محاضره كامله. الصوره الذاتيه السلبيه اللي بتتكون عند المراهق من المرحله دي، من طريقتنا في التعامل معاه. لو اديته صوره ايجابيه، انت كويس، انت شاطر، برافو عليك، في احسن، انت كنت كويس وانت كويس في ده وهتبقى احسن بكره. الوحيد اللي مسموح لنا كاباء وامهات نقارن بيه ولادنا هم امبارح. ممنوع تقارن بابن عمه ولا ابن خالته ولا جاره ولا الشماس زميله في الكنيسه. ممنوع المقارنه دي تجيب له صغر نفس. الوحيد اللي ممكن تقارن بيه هو لما كان صغير، السنه اللي فاتت، ولا اخوه ولا اخته. دي هتبقى زي يعقوب وعيسو، زي يوسف لما غاروا من اخواته منه. بصي على فكره، عينه وودنه معاك انت، مش مع عمته ولا مع خالته. هو الصوره بياخدها منك، وانت لما تمدحيه قدام الناس دي حاجه كبيره جدا جدا في نظره. وده المطلوب مننا على فكره، ان احنا نعلي ولادنا في وسط الناس، ما نقولوش فلان وعلان. تمام؟ يبقى هنتعامل مع ولادنا بطريقه التوجيه وليس النقد. النقد ده بيدمر اولادنا. ونديله بقى حاجه اسمها الاحتياجات النفسيه. تسوني يمكن اتكلمت عليها بس احنا هنتكلم عليها تاني. الاحتياجات النفسيه دايما احنا بنتكلم عن الاحتياجات الجسديه. لازم تاكل الساندوتش، ما كلتش الاكل ليه؟ اديته لصاحبك ليه؟ ونقعد نتخانق على الاكل والفطار والغداء والعشاء. وبرضه بنتخانق شويه كتير اذا كنا اولياء ولاد اباء حلوين ومهتمين بالكنيسه، ما رحتش الكنيسه، ما اعترفتش. حلو، ولازم نعمل كده. بس حته الاحتياجات النفسيه ما بنتكلمش عليها كتير وبتبقى مهمله، مع انها اسمها احتياج.
احتياج يعني حاجة ما نقدرش نعيش من غيرها. إذا كان في احتياج جسدي ما نقدرش نعيش من غير أكل، واحتياج روحي ما نقدرش نعيش من غير تناول ومسبح واعتراف وصلاة وتسبيح، ده احتياج نفسي إحنا ما نقدرش نعيش من غيره. هقولهم بسرعة، دي كل واحدة منهم محتاجة حكاوة. واحنا لما بنعمل كورس عقل مميز قلب نابض في المطرانيه لاعدادي بناخدهم احتياج، بنشرحه وبنقول نسدده للولاد ازاي، واذا كان البيت ما فيش الاحتياج ده هو ازاي يسدده بنفسه، علشان لو الاحتياج ده غير مسدد هيشحته من بره. لو بنتك عايزه تحس بالجمال والتقدير، واحد قال لها انت حلوه وجميله، هتسيب البيت وتروح للي قال لها انت جميله وانت حلوه. الاحتياجات النفسيه المراهقه، عايز يحس بالامان. اهم حاجه في الامان ان البيت ما يبقاش فيه زعاق، ما يبقاش فيه خناق بين بابا وماما، ده يديله بالامان والاطمئنان. محتاج احترام وتشجيع، محتاج كلمه حلوه، برافو، كويس، حتى لو جاب درجه وحشه معلش ظروف ما سمحتش، احنا محتاجين نشد شويه، يبقى فيه احترام وفيه تشجيع. اهتمام مش رعايه، اهتمام شخصي. يعني انا اقعد مع ابني اعمل له اي كونتاكت، اديله احتياجاته، اتكلم معاه حتى لو هو ما بيتكلمش، وجودي معاه وانا بوصله، بحكي برغي حتى عن شغلي، بساله عن مدرسته، ده اسمه اهتمام. لكن ما بتكلمش على الرعايه اللي هو الاكل والشرب والتوصيل بتاعنا والفلوس بتاعت المدرسه والفلوس بتاعت الدروس. كل ده كتر خيركم اللي انتم بتعملوه، حاجه حلوه جدا جدا مقدره، لكن الاهتمام تعني الاهتمام الشخصي. ربع ساعه كل يوم قاعد مع ابني، اخلص ده اخش على ده، لو عنده اخوات كل واحد اهتمام شخصي. لو قعدنا طبعا قعده اسريه كلنا بنتكلم وبنحكي وكل واحد بيحكي عن مشاكله وكل واحد يبقى فيه حريه في الحديث من غير نقد، من غير توجيه، من غير توبيخ، من غير لوم، يبقى قاعده في منتهى الاحترام. اتفضل. موضوع المذاكره ده قصه ثانيه، كل طفل وكل واحد ليه طريقه معينه اللي ربنا اداها له من الذكاء والتحصيل والرعايه. كل واحد في موضوع المذاكره ده حاجه تانية. انا بتكلم على الربع ساعه اللي هي بيملى الخزان، في حاجه اسمها الخزان العاطفي بتاع الطفل، ده لازم يتملي بايه؟ بالربع ساعه اللي احنا بنتكلم عليها. هتسيب الموبايل وهتسيب الباميه وهتسيب الكوسه اللي انت بتقطعيها وهتقعدي معاها عينك في عينها بتتكلموا. لو طبعا القعده دي فيها بابا وفيها العيله واخواته، ونقدر ان احنا نقود القعده دي بسلام من غير ما نتخانق ومن غير ما نشد مع بعض، تبقى زي الفل بالظبط. يعني هو لو جالك بمشكله وانت بتكوي، هتسيبي المكوى وتنتبهي له وتسمعي هو جاي ايه، او لان هي دي فعلا زي ما تصوني بتقول، هو ده الوقت اللي محتاج ان انت تكلميه فيها وتحلي مشكلتك. ما تقوليش بعدين، ما تطنشيش، ما تعمليش نفسك مش واخده بالك، لا، الوقت ده وقت جوهري جدا 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 جدا، ومهم ان احنا نهتم باولادنا. دفء المشاعر والتعزيه زي ما تصوني بتقول كده، الوقت اللي هم محتاجيننا فيه. الكبران اللي هي الهويه العمريه اللي احنا قلنا عليها دي، عايز يحس ان هو كبير، والبنت عايزه تحس انها كبيره، وانت قادره كأم وانت قادر كأب تحسسه ان هو كبر. لما يشيل حاجه، ده انت كبرت وبقيت راجل، اقدر اعتمد عليك. تمدحيه، تمدحيه. بنتك تعاكسها، عاكسها، انت حلويتي وكبرتي، ايه شعرك الجميل دوت، وايه حلقك الحلو ده. ايوه، عاكس بنتك انت بدل ما حد يجذبها بره بكلمه حلوه تجري ورا. اعجاب وتقدير، ولادنا عايزين يحسوا بالاعجاب والتقدير، حتى لو هي مش دي احلى حاجه، لان هو في السن ده بيبقى فيه كسور في وشه، بيبقى فيه بيكبر جسمه مش مكتمل، حته كبيره شويه، حته صغيره شويه، بس احنا تشجيعنا ليهم واعجابنا بيهم هياخد صوره ذاتيه مظبوطه عن نفسه. الاحتياج الى الحنيه دي بقى هحط عليها 100 خط. الحنيه هي القبول غير المشروط، مش عشان ابني شاطر هحبه، مش عشان ابني مؤدب او الابن المؤدب هحبه، انا هحبه بصفاته الحلوه وبصفاته الوحشه. دي اسمها الحنيه، القبول غير المشروط، اللي علمه لنا مين؟ السيد المسيح.
علمنا ان هو قبل السامريه وهي ماشيه مع 5 زانيه، يعني قعد معاها واتكلم معاها على البير، وكان الوقت ده ممنوع ان الراجل يكلم ست، وراح لها مشوار طويل عشان يقعد ويتكلم معاها ويقول لها حسنا قلتي، وهي تحس ان هو مقبوله. فلما حس انها مقبوله عملت ايه؟ سابت الجره وقالت انسان قال لي كل ما. قبول غير مشروط. لو دخلت واحده مش كويسه الكنيسه، حضرتك هتقول لمراتك ايه؟ قصري معاها، وحضرتك هتقولي لبنتك بلاش تكلميها او قصري معاها. هنقبلها؟ احنا هنقبلها. لو قبلناها يبقى احنا نفذنا القبول غير المشروط. ده مش بنعمله مع اللي جايه من بره، بقول لك نعمله مع اولادنا. ولادنا متمردين، ولادنا عندهم مشاكل، ولادنا مش احلى حاجه في الدنيا، ولادنا مش شطار قوي. هنقبلهم ليه؟ لان قبولنا ليهم هو اللي هيغيرهم، لكن نقدنا ليهم وذكر الحاجات السلبيه قدامهم في وشهم كده بطريقه مش صح هيخليهم ايه؟ يكرهونا ومش هيتقدموا. يبقى الحنيه هي القبول غير المشروط. خلصنا اول مشكله اللي هي الهويه العمريه. ثاني مشكله وقنبله الهويه الجنسيه. نتيجه التغيرات الكيميائيه والهرمونيه اللي بتيجي للشباب والبنات بتعمل لهم هزه عنيفه جواهم. الهرمونات والكيميكالز اللي موجوده اللي بتحصل دي نتيجه ان البنت بتبقى شبه مامتها والولد بيبقى شبه باباه. البنت بتوصل للبلوغ وبيجي لها الدوره الشهريه، والولد بيبقى زي باباه، يعني بيجي له حيوانات منويه، ممكن يجي له قذف والحاجات دي. لازم نتكلم مع اولادنا بصراحه عن المواضيع ديت. لما احنا نتكلم معاهم بدل البنت يجي لها الدوره في المدرسه وتتفاجئ وتحس انها جالها نزيف وانها مش فاهمه فمامتها تفهمها من بدري وتبقى معاكي احتياجاتك اللازمه في المرحله دي، بتفهم ابنك الحاجات دي. لما تقوم الصبح مبلوله حبيبي انت ما عملتش بيبي، ده حصل لك كذا كذا كذا، يبقى احنا بنوعيهم عن المرحله دي من قبل ايه الكلام ده، من قبل ما تيجي. دي برضو بتزود انا مين ودول ايه، هو انا كبيره ولا صغيره، هو انا منفع اتجوز، والولد هو انا طب ما انا بقيت راجل اهو جالي نضوج وبلوغ. فالحاجات دي كلها ايه؟ بتلخبط ايه؟ اولاد. من الهويه الجنسيه بقى اللي بتحصل زمان كان هو والبنات بيلعبوا مع بعض اخوات مش حاسين بفرق. لما بيكبروا شويه الولاد شكرا يا بسم الله ربنا يعوضك، الولاد يعملوا شله والبنات يعملوا شله، ودول بيبقوا معجبين بدول ودول معجبين بدول، بس في ايه؟ والماما تقول للبنت ما حدش يقرب لك، ما حدش يلمسك، ما حدش يكلمك، والواد برضه بيديله تحذيرات البنت برضه ما تلمسهاش وحاجات زي كده. فكل ده بيلخبط ولادنا في النمو الجنسي. دي اسمها الهويه الجنسيه. يبقى اللخبطه اللي بتحصل في الهرمونات دي محتاجين احنا كاهالي نكلمهم ونفهمهم. وفي حاجه تانية بقى، نتيجه ان الولاد عاملين شله والبنات ولاد عاملين شله، بيحصل انجذاب من الولاد للبنات ومن البنات للولاد. طب احنا هنتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ احنا كاهالي هنتبسط ولا هنبقى خايفين عليهم؟ بالاضافه الى التوعيه الجنسيه اللي انا هحكيها مع بنتي وحضرتك تحكيها مع ابوك مع ابنك، لان يفضل ان اللي يتكلم مع البنت ماما واللي يتكلم مع الايه؟ مع الولد بابا، وتقولي لها يا البنت برضه لو عايزه حاجه من بابا هو يقدر يفيدك، وحضرتك وانت بتتكلم لو عايز حاجه من ماما تفيدك. يبقى احنا بنعمل ايه؟ تواصل ان احنا بينا. الموضوع ده مش غلط، ولا ان انا لما بتكلم مع ابني يبقى غلط ان ماما تتكلم معاه كده. طيب لما يحصل ميل بقى وجايه بنتي تحكي لي، اخد سؤال منكم وبعد كده اقول، وجايه تحكي لي انا اعجبت بولادي بالبلد الفلاني، بتعملي معاها ايه؟ اديها بالقلم وتقول لها عيب ولا تعاملي معاها ازاي؟ لما الولد يقول لك البنت دي يقعد يقول لك فلانه وفلانه وفلانه، قول له عيب ما تتكلمش على بنات ولا تعمل معاها ايه؟ يبقى مشاعر طبيعيه وموجوده، وربنا بيهيئنا رد تصويري جميل جدا، وربنا بيهيئنا ان احنا بكره هنبقى بابا وهنبقى ماما. هو بيحصل حاجه كمان برضه بتلخبطهم، ان البنت ممكن تعجب بالشماس، لا تعجب بالسايس اللي في الشارع، وتعجب بالولد اللي معاه العربيه الفارهه،
والولد بيعجب برضه بالبنت الخادمه والبنت المتحرره اللي لابسه قصير، فهو بيعجب بكذا حد، فدي بتلخبطه. هو انا مجنون؟ جالي ولد قال لي انا بحب 5 يا انكل، فقلت له حبيبي الجمله اللي احنا نتعلمها من بعض ده، هو في ميل طبيعي متغير للجنس الاخر، خلينا نحفظها ونحفظها لاولادنا المراهقين. ميل طبيعي متغير للجنس الآخر. متغير يعني ممكن 3 و4 و5، لانك انت بتكبر، فممكن في الفتره دي تعجب بحد وممكن تعجب ب2 في نفس الوقت. فميل طبيعي ربنا خلقه زي ما تصوني قالت، ده طبيعي عشان ربنا بيهيئ ان يبقى بابا وماما. ومتغير يعني ممكن يبقى 2 و3 و4 للجنس الاخر. وكمان بديله 3 شروط في التعامل مع الجنس الاخر. بقول ايه؟ لا للاعلان، لا للوعد، لا لللمس. لا للاعلان يعني انا ما ينفعش اروح للبنت اقول لها بحبك وابعت لها جواب وابعت لها واتساب وابعت لها قلوب، لا. احنا بنقعد في الكنيسه بتسمح لنا نعمل لقاءات مع الاولاد والبنات، نلعب مع بعض، نشترك مع بعض، لكن ثنائيات لا. انا اعلن ان انا بحبها، طب انت مهيئ ان انت تتجوز، انت بكره هتتغير وبنت تفكيرها هتتغير، لكن انت لو عملت كده دلوقتي انت بتشوشر على نفسك وبتشوشر على البنت زميلتك. وفي نفس الوقت لما بيبقى في لقاءات ممنوع لبس، نو تاتش، نتكلم ناخد وندي مع بعض من بعيد لبعيد من غير كلام. احنا مسؤولين ان احنا نعلم ولادنا وبناتنا ان في تعامل، في اختلاط، نو تاتش. الكلمه دي سهله جدا وبسيطه وبتقال ببساطه. احنا بقى كاباء لما يجي ابنك يقول لك انا بحب وبنتك تقول لك انا بحب او معجب، نفرح. ليه بقى؟ ليه نفرح؟ ما نقولش دول قلات الادب، لا، نطمن ان هم طبيعيين. يعني ايه؟ يعني في مشكله دلوقتي اسمها المثليه الجنسيه، باختصار ان الراجل يتجوز راجل والست تتجوز ست. ده نتيجه لخبطه في الهويه الجنسيه اللي احنا بنحكي عليها. ان البنت كارهه انوثتها فعايزه، مش عايزه رجاله، متعقده، حصل مشكله معاها ايا كان، فكارهه جنسها وكارهه تبقى عايزه تحول تبقى راجل وتشيل المعالم الانثويه كلها. الهويه الجنسيه بتاعتها ملخبطه. كذلك الولد المثلي هو عنده لخبطه في الهويه الجنسيه، فكاره رجولته نتيجه ان ابوه سكري، نتيجه ان ابوه قاسي، نتيجه ان ابوه مش موجود، ايا كان. مش هنتكلم في الموضوع ده، موضوع تاني ممكن ناخد عليه موضوع لوحده، لكن هو عنده لخبطه في الهويه الجنسيه. فلما بنتك تيجي تقول لك انا معجبه، الحمد لله البنت سليمه، البنت طبيعيه. ولما الولد يجي يقول لك كده تطمن، بس نديله ال3 شهور اللي احنا قلنا عليهم، اللي هي لا للاعلان، لا للوعد، لا لللمس. احنا خدنا قنبلتين عند الولد بتلخبطه، اللي هي الهويه العمريه، هو انا كبير ولا صغير، الهويه الجنسيه انا ذكر. والمطلوب منه عشان نجاح المرحله ديت ان هو يحب رجولته، يحب جنسه ويعجب بالجنس الاخر. دي من نجاح او من سمات نجاح هذه المرحله. يبقى خدنا هويه عمريه وهويه جنسيه من الحاجات اللي بتلخبط ولادنا. المشكله الثالثه والصعبه جدا 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 اللي هي ضغط الاصدقاء. الولد علشان مش لاقي نفسه في البيت، وفي نقد في البيت، وفي اسلوب جاف في البيت، وفي تعاملات مذاكره والالحان وكنيسه وتعليمات ومفيش صحوبيه، فبيبتدي ينتمي الى شله الاصدقاء. شله الاصدقاء بتديله احتياجه، يسمعوا كلامه، يلا نخرج، يلا نقعد في الحته الفنيه نقعد، بتديله احتياجه من ان هو كبير، ان هو جزء من الشله، الانتماء، بتديله كل حاجه. فلو ضغط الاصدقاء ده ايجابي، يعني لو الولاد اللي بيلتصق بيهم ولاد حلوين، بتوع كنيسه، بتوع صلاه، بتوع كتاب مقدس، هتلاقي الولد ماشي الى حد ما في الاتجاه المظبوط. لكن الكارثه والمصيبه اللي يبقى ان الولاد اللي بيلتصق بيهم مش حلوين، يشربوا سجاير، يتفرجوا على حاجات مش كويسه، بيهربوا من المدرسه. هنا بيبقى فعلا الضغط على الاهل بيبقى كبير جدا 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 ومشكله كبيره جدا. زي ما احنا قلنا نجاح الاصدقاء عشان بيدوا الانتماء،
وبيديله جزء من هويته العمريه اللي هو مفتقدها، وان هو اصبح جزء من الشله. ولو كان في شجار في البيت او زعاق في البيت، الولد بيلاقي نفسه مع اصدقائه اكتر من اي حاجه تاني. كمان لو في تقدير متدني، يعني لو ما كانش في تشجيع، برضه الولد هيحس بانتمائه للشله اكتر من انتمائه للبيت. الاصدقاء زي ما احنا قلنا الوحشين هيجروه لطريق مش كويس، كلنا عارفين دي. لكن الاصدقاء بيعملوا مشكله تانية للمراهق صعبه جدا، ساعات يصيبوه بالاكتئاب. ليه؟ لان هم كده مش ناضجين، هم مراهقين مع بعض، ساعات يضغطوا عليه، ساعات يتنمروا عليه، ساعات يتريقوا عليه، فيرجع الولد مره سعيد ومره زعلان ومش مبسوط لدرجه الاكتئاب. واكتئاب المراهق بيقولوا عليه صعب جدا جدا جدا، لان المراهق ما بيبينش قدام الناس اكتئابه، بيضحك بيبتسم، ما يعرفوش المراهق ما يعرفش ان الولد ده عنده اكتئاب شديد غير الام الشاطره والاب الشاطر. ليه؟ مراقبه، عارفه ابنها الكسره بتاعت وشه دي مش هي اللي متعوده عليها، فالام هي الوحيده اللي ممكن تكتشف اكتئاب المراهق. فلما بيضغطوا عليه بيجيبوا له شويه ارتباك وشويه حيره بين ارضاء الاصدقاء وتحقيق ان هو يرضيهم، وفي نفس الوقت هم بيتريقوا عليه او مضايقين. يبقى ده ثالث ضغط للمراهق. يبقى قلنا الهويه العمريه، الهويه الجنسيه، وضغط الاصدقاء. رابع ضغط عند المراهق اللي دخل حياتنا جديد وهو موجود من ايام التلفزيون، بس دلوقتي الموبايل، اسمها ضغط الميديا. الميديا بقت مع كل ولد وكل بنت، كل واحد معاه الموبايل بيتفرج زي ما هو عايز. الميديا بتدي للمراهق جميع احتياجاته، بتديله قيم ومبادئ. هو الولد عايز يفهم الحياة وعايز يفهم الدنيا، فلو ما كانش عنده المبادئ المظبوطة هيبتدي ياخد المبادئ والقيم من التلفزيون. ممثل ماسك سنجة عايز يبقى زيه، بنت بتحب ومتسهوكة عايز تبقى زيها، لبس، كل حاجة. لو احنا ما غرسناش هتلاقي الميديا هي اللي بتغرس وبتعلم. الولد ده عايز مثل وقدوة، فيبتدي يبص مين؟ على ممثلين، لاعيبه الكوره، نجوم المجتمع، الاغنياء، لان احنا ما غرسناش. او انت يا بابا مش موجود قوي فمش عارف ياخدك قدوه، انت يا ماما مشغوله فمش عارف ياخدك قدوه. ما بنغرسش ان في قديسين في كنيستنا ممكن يبقوا قدوه، ان ناس ضحوا من اجل الايمان. كل دي ممكن تبقى قدوه لو احنا صغيرين عمالين نحكي ونغرس ونفهم ان في قدوه غير القدوه اللي في الميديا. بتدي مواصفات للبطل، هو عايز يبقى هيرو، عايز يبقى سوبرمان، عايز يبقى خارق، فبرضه من الميديا ممكن يبتدي ياخد المواصفات البطل لو احنا مش حاطين مواصفات مظبوطه للبطل. بتديله الثقافه الجنسيه اللي هو محتاجها، عايز يعرف، عايز يفهم. فلو احنا كآباء وأمهات ما صاحبناش ولادنا وبدأنا نكلمهم ونحكي معاهم، هيبتدي ياخد الثقافة منين؟ من الميديا. طب نعمل احنا كآباء في ضغط زي ضغط الميديا؟ أول حاجة احنا بنوعي وبنفهم. تاني حاجة لينا دور ان الواي فاي ده اللي في البيت يبقى مبرمج ان هو ما يدخلش المواقع اللي مش كويسة. أنا بديكم النصيحة واسألوا تعملوها ازاي، دوروا على النت ازاي تبرمجوا الراوتر ان هو يحجب المواقع اللي مش كويسة. اتفضلي. لا من الراوتر اللي في البيت. الراوتر اللي في البيت، انت بتجيبي التليفون وتحطيه في الراوتر، والراوتر ده بيدي واي فاي للشقة كلها، صح كده؟ الواي فاي ده بيتبرمج بطريقة معينة ان هو يحجب بنسبة كبيرة قوي المواقع اللي مش كويسة. يعني انا هعترف لكم اعتراف، انا مع اولادي لما كنت ادخل النت كنت متخوف جدا، وهم قعدوا يقولوا لي طب بابا متضايق من ايه ومن خايف فقلت لهم، قالوا لي يا بابا احنا هندخل المواقع دي، هندخل الطريقه دي ان احنا نحجب المواقع ديت من نعم. في حاجه في الموبايل كمان، في حاجه اسمها فولو مي، او اسمها بيرنت كنترول، ان هو ابنك يبقى تديله بيرميشن ان هو يخش على المواقع او ما يخشهاش.
هو ممكن دي لحد اعداديه حلوه قوي، بعد اعداديه هيكون اتعلم وفهم، وهنديله الثقه عشان يحس ايه ان هو ايه ماشي مظبوط. احنا بنبدا دلوقتي نقطه ومن اول السطر. احنا فاهمين التحديات بنعمه ربنا، النهارده فهمنا التحديات اللي عنده وفهمنا ازاي طريقه مختلفه نصاحبهم. ممكن تبقى طريقتنا طريقه اعمل وما تعملش، مش هتنفع معاه. طيب يبقى احنا تصوني معها في فتره من الفترات سمعنا محاضره لمجدي اسحاق قال لك 6 شهور بدون نقد بدون كلمه جرح، علشان دقيقه واحده تصوني. احنا مش بنقارن على مشكله معينه، بس احنا بنتكلم على طريقه مختلفه، كل واحد هيبرمج نفسه يعمل ايه اللي يناسب معاه. تصوني قالت فكره، انت ممكن تطلعي فكره خاصه بيكي انت. احنا بنحط التحديات اللي بتعدي على المراهق علشان هم ما بيعودوش اطفال ومش كبار، هم اطفال بيكبروا. صدقوني الولد اللي 16 سنه و18 سنه طفل، البنت تبقى شكلها اتغير وملامحها اتغير، لكن هي طفله دماغها فيها ايه؟ فاهم ازاي؟ فكل واحد هيبرمج ولاده ويبرمج حياته على الكلام اللي احنا قلناه. الكلام ده انت ممكن تقعدي تقري فيه كتير. احنا قلنا النهارده في ساعه الا ربع. نعمل ايه بقى؟ يعني فكره تصوني معها، فكره تصوني مريم، فكره تصوني ايناس، كل واحده فكره. ان احنا ما نزعقش ونقعد 6 شهور من غير لوم ومن غير، دي فكره تصوني ان احنا نخرج مع بعض، فكره ان احنا نشترك في انشطه، نحاول نخلق نشاط تمثيليه مثلا في الكنيسه بيعملوها، كورال، الحان، كوره. ما هو الملاعب حلوه اهي، هو احنا على ايامنا كان في ملاعب زي الملاعب اللي في مرمينا دي مثلا. فكل واحد هيخترع حاجه مناسبه ليه اكوردنج للي احنا قلناه. احنا عندنا هاخد حاجه، عندنا تحديات يا جماعه حبيبي. التهويه عمريه دي تحدي، الولد متلخبط والبنت متلخبطه، بتكبر وبتحلو، والولد بينزل الجيم وممكن يعمل عضلات وقوي وعنده، وبابا لسه بيزعق فيه او بيضربه بالحزام في حاجات مهازل، فطبعا الولد بيتدمر. احنا ممكن نكون عندنا شويه فكر، لكن في حاجات صعبه جدا. اب بخيل، اب ما بيقعدش في البيت، اب مش متواجد، ففي حاجات صعبه جدا. كل واحد هيبتدي يبرمج حياته على اللي احنا قلناه. يبقى هويه عمريه، هويه جنسيه، ضغط في الاصدقاء، وضغط الميديا، 4 ضغوطات بيلخبطوا ولادنا. تمام؟ كل واحد زي ما تصوني بتقول كده، كل واحد هيبرمج حياه ولاده. يعني احنا عندنا ابن كان بيحب السباحه، التاني كره السباحه، حاولنا ضغطنا مفيش، لكن بيحب حاجه تاني. فاحنا مش زي ما احنا عايزين ولادنا هنمشيهم في مواهب، في قدرات، في واحد الحان، في واحد كورال، في واحد سباحه، واحد كوره، واحد بينج، كل واحد على حسب الموهبه بتاعته. وانت كأم متابعه هتبتدي تكتشفي المواهب اللي عنده. يعني في خادم حلو قوي لقى ولد بيعزف الدف وبيعمل كده جنب ودنه، قال لي الولد ده موهوب هاتهولي. في خدام حلوين بيشتغلوا على اولادنا، بس احنا دورنا ان احنا نبقى ايه مع اولادنا وننزلهم ونعرفهم على الخدام الحلوين دول عشان نكتشف مواهب. انا يعني الخادم ده لو ما كانش قال قدامي ان الولد ده موهوب كناش اكتشفنا. فعلا الولد موهوب جدا وطلع حاجه حلوه خالص. فاحنا دورنا في الفتره دي نراقب ولادنا ونكتشف المواهب بتاعته. ممكن يبقى بيحب الموسيقى وممكن يكون بيحب حاجه تاني، مش شرط انا عشان انا عايزاه يبقى بيعزف او بيلحن او بيمسك دف. هو ممكن هو يصلي حلو قوي قوي ويبقى شماس حلو، بس مش شرط يبقى قائد. احنا عايزين ولادنا قاده في الكورال وقاده في الالحان لا، كفايه ان هو يبقى مشارك، مشاركته ومواظبته على خدمه او نشاط كفايه جدا في المرحله دي. تمام؟ انا كده كان في كلام كتير ممكن نكلمه، يعني ناخده مره ثانيه ونتكلم ان ديتيلز، يعني ازاي الولد المراهق هكلمه عن الامور ديت، والبنت هكلمها عن الامور دي. بس انا هكتفي بهذا القدر ونكمل في مره ثانيه ان شاء الله.